آلدار خليل وسلطانية الغجر. اتهم عضو الهيئة الإدارية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل بإشمال روج بالمرتزقة، ما أدى لخلق ردود أفعال غاضبة من قسم كبير من الشعب الكردي، وهذا ما يعد تطورا ملحوظا وجيدا على الساحة الكردستانية، إذ أدركت البكك وشركاؤها الذين لم يكونوا يرون غيرهم على الساحة أن زمن الصمت وتقبل كل شيء من الاعتداءات والاتهامات بالخيانة والعمالة ولا لغير رجعة، فبات مبدأ البروباغندا البككي القائل انثر عليهم الرمال فإن لم تصب أعينهم أصابهم غبارها في مهب الريح، وأن الأمور لن تجري كسابق عهدها، فعندما تنثر البكك الرمال تبقى آثارها على أيديها. وكذلك آلدار خليل الذي أراد اتهام بيشمركة روج بالمرتزقة رأى أن فكره وآراءه ملاطخة وسخة، فقد انبرى له المخلصون من أبناء الوطن علنا، كما رد عليه البعض بخجل قائلين له ولشركائه أن المرتزقة الحقيقيين القدامى هم أنتم لا غير. من هو آلدار خليل؟ الحق أن آلدار خليل لا يستحق الإطالة في الحديث عنه، إذ ليس بشخص ذو شأن، كما لا يمتلك أي خلفية سياسية أصلا، بل ليس بسياسي، وأليق لقب ينبغي أن يطلق عليه هو السلطان الغجري الذي أعدم أباه أول ما نصب أميرا. وكذلك آلدار خليل فبعد أن اكتسب بعض السلطة هاجم الكرد بادئ ذي بدء، فمن الخطأ تسمية خليل بالسياسي، فكدر البكك هذا لم يكن ذو دور سياسي في صفوف تنظيماتها أبدا، بل حتى في جبهات القتال فدائما ما ناضل آلدار في الجبهات الخلفية البعيدة لغاية ثورة غرب كردستان، فقد كان كادر البكك هذا والمدعو بآلدار خليل مصلحا ميكانيكيا لأجهزة الراديو والمسجل، فكان يدعى بآلدار الميكانيكي إذ لم يستطع تسنم أي منصب في البكك. ظهر على الساحة السياسية في غرب كردستان مستغلا كافة الفرص المتاحة له، وأظهر نفسه وكأنه لاعب سياسي، فالأليق تسميته بسارق المهام والفرص، فلم تفلت أي فرصة منه بأي طريقة كانت. هذه هي شخصية آلدار خليل. يقول بلانش في كتابه عقوبة الإعدام: الفكر ليس احتكارا على أحد، وإن تحدث شخص فقط عن هذا الفكر فهو ليس نتاجا يخصه وحده، فمما لا شك فيه أن هذه الأفكار الضيقة والبدائية الرجعية المتعصبة ليست أفكار آلدار خليل وحده، فهو مجرد ناطق ومتحدث، فكما اختصرنا الحديث عنه فهو ليس بشخصية يمتلك فكرا أو هدفا أو حرية اختيارهما. أدارت البكك سياسة واضحة المعالم في الغرب تمثلت في القيام بدور الشرطي الجيد والسيء فيه، فعندما يصرح أحد كوادر البكك بأن محادثات المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الوطنية هامة فهو قيام بدور الشرطي الجيد، وعندما يصرح أحد كوادرها ويتهم قوة بيشمركة روج بالمرتزقة فهو يقوم بدور الشرطي السيء والشرير. لذا فما قام به آلدار كان تمثيلا لدور الشرطي السيء والشرير، وبهذا تحاول البكك إضاعة الوقت وهدره بشأن قضايا غرب كردستان. فالموقف الحقيقي والثابت للبكك منذ بداية هذه المفاوضات وأنها تراها خطرا جديا تهدد وجودها هناك، فتمارس استراتيجيتها المبنية على إضاعة الوقت والحقول دون الاستفادة منه. لهذا تحاول إطالة فترات اللقاء وتدير سياسة فلتدم حتى تتعفن، وآلدار خليل هو أبرع وأبرز ممثل لسيناريو هذه السياسة البككية. عبد الله أوجلان: لقد قمت أنا وهاكان فيدان رئيس المخابرات التركية ميت بتحرير كوباني. الحق أن في اتهام آلدار خليل بإشمالية روج بالمرتزقة رسالة صريحة أن البكك تحاول نسف المفاوضات الجارية بين الأحزاب الكردية في غرب كردستان، فالبكك وللحفاظ على قوتها السياسية تحاول نسف هذه المفاوضات وهدمها، وإلا فهي تعرف جيدا أن اتهامها لهذه القوات بالمرتزقة بروباغندا كاذبة لا أساس لها من الصحة. ادعى آلدار خليل أن بيشمركة روج والمجلس الوطني الكردي في سوريا يتعاملون مع تركيا، غير أن قوات غرب كردستان الاتحاد الديمقراطي هي القوة الأولى التي تتعامل مع تركيا. فصالح مسلم هو أول من زار تركيا عام 2013 وأول شخص يجري لقاءات مع كبار مسؤولي المخابرات التركية وبصدد عملية تحرير كوباني، والتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء وبنات الكرد في محاور القتال، والتي تضامن معها ملايين الكرد في أمل تحريرها. نرى أوجلان يقول: لقد حررنا كوباني من هنا. أنا وهاكان فيدان بك رئيس المخابرات التركية قمنا
بتحرير كوباني معا. وقال أوجالان في اجتماع سجن إمرالي: أرسلت حكومة أكابا سلاحا لكوباني فتم تحرير كوباني من إمرالي، وإلا لكان داعش قد احتلها خلال يومين. وابتكر أوجالان هناك مصطلح روح أشما، لهذا تحدث غرب كردستان عن روح التنسيق والمشاركة بين تركيا والباككة. فقد قامت الباككة بالتنسيق مع الجيش التركي بنقل تربة مرقد سليمان شاه من منطقته ونقلها لمنطقة أخرى. ولو تمت آنذاك اتفاقية أشما لكان ألدار خليل يحمل الآن علم تركيا على كتفه. فقد رضي آبو من خلال هذه الاتفاقية أن يكون غرب كردستان إقليما تابعا لتركيا. باختصار، عندما اتهم ألدار المجلس الوطني الكردي بتبعيته لتركيا، كانت تنظيماته تستقبل على الفرش الحمراء في أنقرة وعلى عتبات الاستخبارات التركية، فكانت الطريق إلى أنقرة للاتحاد الديمقراطي كالطرق تؤدي جميعها إلى روما. فلو أراد ألدار خليل الحديث عن علاقات المجلس الوطني وتركيا، فليتحدث بداية عن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وبين زعيمه أوجالان والباككة والاتحاد وصالح مسلم، وليسبر غور علاقاته وتنظيماته المريبة والمظلمة مع تركيا ما بين عامي 12 و 16. ألدار خليل ومجلسه للكرد المعترضين: تقبلوا أو ارحلوا. الأقاويل والإشاعات التي تزعم أن السادات أو قوى الظلام للدولة التركية أسست بشمركة روش إنما هي سيناريو تم إخراجه على طاولات الاستخبارات الباككية لا غير. ومن الواضح أن استخبارات الباككة أصدرت تعليماتها الضرورية لخليل وهو يسير وفقها. فقوة بشمركة روش إنما هي قوة شكلها التحالف الدولي ضد داعش، وهي ما زالت تستقي من هذا النبع، وهي قوات مضحية من أجل الوطن. فقد حاربت على عدة جبهات في الساحل أمام إرهاب كل من الحشد الشعبي حليفة الباككة وداعش. فهي قوة عسكرية قومية ووطنية تحارب العدو أينما ظهر، ولا تطغى على الساحة الإعلامية لئلا تستهدف من قبل تركيا. فألدار خليل وحزبه يمارسون كافة الضغوطات على عوائل بشمركة روش في غرب كردستان، فلا يشتغل أفراد عائلة أحد أفرادها من ضمن هذه القوات. وتتعامل الإدارة الذاتية مع هذه العوائل كما تتعامل تركيا مع عوائل الجاريلا في شمال كردستان. فأسلوب إدارة ألدار خليل يشابه أساليب تركيا. ففي عام 2008 قال أردوغان في ولاية جولامير: لدينا في هذا الوطن علم واحد وشعب واحد ووطن واحد ودولة واحدة، ومن لم يرضى بهذا فليترك هذا الوطن. وألدار خليل أي الباككة يقول في الغرب: لدينا في الغرب رئيس واحد وهو عبد الله أوجالان، وحزب واحد وهو الباككة، وحقيقة واحد وهي بيادا، ومن لا يقبل بهذا فليخرج من غرب كردستان. غير أننا نقول لألدار وعقلائه عذرا، فلا أنت ولا مقاومات حركاتك المعوجة ستجعل من شعب غرب كردستان يتقبل هذا الخطأ. نعم، قد لا يكون ألدار سياسيا، غير أنه كان يفترض به أن يتسم ولو بقدر ضئيل جدا من الوطنية، لئلا يصل به الأمر أن يتهم آلاف قوات بيشمركة روش والتي ضحت بمئات الشهداء من أجل كردستان بالمرتزقة. لذا فألدار ليس بسياسي ولا وطني، بل حتى ليس بإنسان يعرف حدوده، فهو كسلطان غجري مارس السياسة أنثر عليهم الرمال، فإن لم تصب أعينهم أصابهم غبارها، فأراد تلطيخ القيم والمبادئ الكردستانية، غير أنه تسبب بتلطيخ وتدنيس نفسه الملطخة ووجه الدنس أولا.